الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري غدا في الجولة السابعة من الدوري المصري. طبعا كلنا عارفين ان بكرة ان شاء الله مباراة الزمالك والاتحاد في الجولة السابعة من الدوري المصري. الزمالك حاليا على صدارة الجدول برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الاهلي برصيد 11 نقطة، ولكن الزمالك لعب 6 مباريات، الاهلي لعب 5 مباريات، والاهلي لو فاز في المباراة المؤجلة بتاعته هيبقى فارق عن الزمالك 3 نقط. ناخد بالنا احنا لسه في بداية الدوري، ولكن الدوري السنة دي قصير، يعني انت الدور الاول فقط 17 مباراة، هتلعب الدور التاني 8 مباريات فقط، لان هيبقى تقسموا 9 و9. فانت كده الدور التاني مش هيبقى لك فرصة ان انت تتدلع اساسا ولا تضيع نقطة ولا يخش فيك هدف اساسا في الدور التاني. الدور التاني ما فيهوش هزار. اما الدور الاولاني فانت كده اعتقد انت خدت فيما فيه كفاية بالدلع بالنسبة لموضوع فقدان النقط، فيا ريت نركز وان شاء الله خير وباذن الله. تحسن الحالة الصحية للاعب محمد حمدي بعد إصابته في المباراة السابقة. محمد حمدي تعرض لإصابة جامدة طبعا زي ما احنا شفنا في الكورة الشهيرة اللي ما اتحسبتش ضربة جزاء واتحسبت عليه هو فاول، والحكم كان بيقول اللي هو كمان كان ممكن يديله إنذار. دلوقتي إن شاء الله الحمد لله اللاعب خرج من المستشفى وفي حالة صحية جيدة، وبإذن الله هيتم تحديد الموعد اللي هيبدأ ينزل فيه التدريبات. والد اللاعب وطبيب اللاعب شكروا الدكتور محمد أسامة واعتبروه اللي هو أنقذ حياة اللاعب، لأن اللاعب فعلا كان في حالة صعبة. والد زيزو ينفي أي خلافات مع مجلس إدارة نادي الزمالك، ويؤكد إن أحمد سيد زيزو ونادي الزمالك لديهم رغبة مشتركة في تجديد العقد. الزمالك يواجه الفائز من غزل المحلة وأبو قير للأسمدة في دور ال 32 من كأس مصر للموسم الجديد. كابتن أحمد سليمان يطمئن جماهير الزمالك ويؤكد إن كل الفترة الجاية هتبقى تمام، وبيقول إن الزمالك عانى من نفس الأزمات ديت في يناير اللي فات وفي نهاية الموسم، ومع ذلك قدر اللي هو يعمل صفقات وقدر اللي هو يرفع القيد عن نادي الزمالك، وبيأكد إن الفترة الجاية بإذن الله الصعوبات هتبقى أقل وفي انتعاشة مالية كبيرة داخل نادي الزمالك، وربنا ييسر الحال بإذن الله ونتمنى يكون الكلام ده صح. أخيرا حابب أتكلم معاكم عن الإشاعة المنتشرة عن موضوع بيرسي تاو، وإن بيرسي تاو الموسم الجديد هيكون في نادي الزمالك. طبعا بيرسي تاو الأهلي بينهي التعاقد معاه عشان خاطر الراتب بتاعه كبير وشايف اللي هو ما بيأديش الفايدة الكاملة، فأكيد الأهلي اللي شايف إن راتبه كبير الزمالك مش هيشوف ان راتبه قليل، لان الزمالك اصلا بيحاول تخفيض العقود في الفتره الجايه، وغير كده بيرسي تاو مش بيأدي المطلوب منه، وغير كده مخلفات الاهلي مش هتبقى حلوه قوي معانا في الفتره ديت، وعشان كده اعتقد ان موضوع بيرسي تاو ده هيبقى في شنك. دي كانت ملخص الأخبار المنتشرة عن الزمالك في السوشيال ميديا وفي المواقع الإخبارية الرياضية، وبإذن الله بالليل هجيب لكم فيديو تاني عن باقي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.